صباح الخير عليكم، صباح الورد. كل عيد ربيع وانتوا بخير، يا رب دايما تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين. كل الناس سواء المسيحيين أو المسلمين، كل سنة وكل الناس بخير وسعادة، ويا رب كل الأيام تكون عليكم بخير. النهاردة عملت سلطة رنجة، وجهزت كده الرنجة من الألف للياء، من البداية خالص، من بداية التنظيف للبنات اللي لسه مش عارفة تنظفها، وجهزتها بالصورة الحلوة دي. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون سهل على البنات اللي لسه بتجهز السلطة دي أو بتجهز رنجة بوجه عام. يلا نشوف هنعمل ايه. هنا معانا رنجة كده زي ما احنا شايفين، ويا ريت واحنا بنشتريها تكون ما تكونش فيها مية خالص، تكون يعني ناشفة شوية بقدر الإمكان، علشان اللي بتبقى فيها مية ما بتبقاش جيدة يعني. ولو كان متاح انك تجيبيها البطروخ بتاعها مرمل، ده يكون افضل، لان البطروخ المرمل افضل من الناعم. كده هنا هنقطعها كده بالطريقة دي، هناخد الراس والديل ونبتدي نقشرها من بره. في ناس بتحب تشويها على النار، وفي ناس بتحب تنضفها على طول. انا ما بحبش اشويها خالص، ما بحبش ارفعها على النار خالص. كده انا بفتحها من الظهر، دي اسهل طريقة كده علشان تبتدي تتحكمي في القشرة بتاعتها، تخرجيها بكل سهولة. وفي رنجة ما بتبقاش متحملة، فممكن القشرة تطلع باللحمة بتاعها، بس انتي تحاولي بالراحة من الظهر كده، تاخدي زي كده بالراحة، لما القشرة تطلع لوحدها ما يبقاش فيها اي لحمة منها نهائي. كده طريقة سهلة وبسيطة خالص لتنظيفها. هتاخديها برضو كده من الناحية التانية. انا مجريه الفيديو مش بعمل بسرعة، عشان ما بحبش الفيديو يكون طويل عليكم. كده خلاص انا قشرتها من الناحيتين، برضو من الظهر هتفتحيها كده بصباعك بالراحة خالص لغاية ما تفتحيها كده خالص، وتخرجي بقى السلسلة والشوك منها بالراحة، علشان في ناس زي اهو السلسلة بتاعتها طالعة بالصورة دي. دلوقتي بقى مرحلة ايه البطن والتنظيف اللي جواها. يكون افضل لو معاكي منديل ورق، يكون افضل. والله لو مش متاح خلاص نضفيها كده بالطريقة دي، وهتبتدي تاخدي بقى بالسكينة بالراحة كده الجزء ده. ما طلعش معاكي هتقصيه بالراحة كده بالسكينة لغاية ما كل الحاجات دي تخرج كده، ويبقى الرنجية نظيفة خالص خالص. اهو كده بالمنديل بقى هناخد عشان نعمل باقي الكمية. كده زي ما احنا شايفين كده هي خرجت زي الفل كده، مفيهاش حاجة. لو انتي تحبي كل واحدة تخرج تعصري عليها ليمون، برضو دي طريقة حلوة. لا عايزة تستني وتعملي كل الكمية مع بعض، مفيش مشكلة. كده انا خلاص وريتكم اول واحدة عملتها ازاي. دلوقتي هجهز بقى الطحينة. هنا معايا كمون وكزبرة بس وشوية خل، وطبعا كنت ضفت زيت في البداية. ما بحطش ملح علشان انا مش عايزة اي حاجة مالحة خالص، لان ممكن تكون الرنجة مالحة. يبقى كمون وكزبرة بس، مش عايزة كزبرة بلاش، هي بتدي ريحة حلوة للطحينة بتاعتك. يبقى زيت ومعلقتين خل ابيض وكمون وكزبرة. هبتدي بقى هنا ايه اخففها بمية. عايزة مية دافية اللي يريحك. هبتدي كده بقى افكها خالص. هو قاصد على فكرة بتاع الانابيب، مش مشكلة. كده برضو هخففها تاني، اللي يحبها خفيفة اخف من كده يعملها. انا ما بحبهاش خفيفة خالص، لازم يبقى لها كده طعم حلو وتكون باينة، لكن الخفيفة انا ما بفضلهاش. عايزة انتي تخفيها عن كده خفيها. كده هسيب الطحينة بتاعتي على جنب بعد ما جهزتها، وهبتدي بقى كده ايه اجهز الفلفل والبصل. هتقطعي فلفل حامي، لو مش حابة الحامي حطي الوان، حطي فلفل رومي اللي انتي بتفضليه. انا هنا فضلت اني احط فلفل حامي لانه ده هيدي طعم حلو للرنج، بس طبعا دي اذواق، كل حد بيفضل حاجة يعملها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
كده برضو انا هقطع البصل بتاعي كارو صغير. عايزة تقطعيه شرايح اللي انتي برضو بتحبيه، بس هي المفترض ان هي سلطة، فهتقطعي كل الحاجات فيها ايه صغير. وطبعا كنت كل الكمية اللي انا نضفتها في الاخر عصرت عليها ليمونتين. عايزة بقى تعصري ليمونتين 3 حسب الكمية اللي عندك. كده خلاص انا كنت خلصت البصل والفلفل. دلوقتي بقى هقطع الرنجة بتاعتي. عايزة تقطعيها قطع اصغر من كده برضو، دي حاجة ترجع لك. السلطة دي بتبقى حلوة، وممكن لو حد صغير نأكله منها، بس طبعا بلاش يكون فيها فلفل حامي علشان ما يتعبش، ومش صغير صغير قوي يعني. انتي بقى الكمية اللي انتي هتفضليها هتحطيها على الطحينة يعني، وباقي الكمية ممكن تسيبيها زي ما انا عملت كده، هتعصري عليها ليمون وتحطي حواليها فلفل وبس. انا فضلت دول كده كفاية في الطحينة، والباقي هنعمله لوحده. دي طريقة سهلة وبسيطة ومش متعبة. في ناس بتحب تعمل لها بصل وطماطم وترفعها على النار، دي بتبقى حامية شوية والجو مش محتاج حاجة حامية. هنا انا نزلت بالبصل والفلفل، ولو عايزة تقطعي شرايح قوطة او قوطة مكعبات حطي. هنا انا هعصر برضو ليمونة تانية علشان الليمون هيديلها طعم احلى، وهو افيد بصراحة ان يكون عليها كمية ليمون كويسة. هقلب بقى كل الحاجات الحلوة دي كده مع بعض، الطحينة والفلفل والبصل والليمون، وتبتدي بقى تجهزيها في طبق حلو، لان العين بتاكل قبل البق. طبعا التزيين ده حاجة ترجع لك وترجع لذوقك. هنا انا كنت فضيتها كده في طبق خلاص، وبرده باقي الكمية قطعتها وفضيتها في سيرفيس تاني، وهبتدي بقى احط عليها فلفل حامي كده من الجناب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا كان عندي طماطم شيري كده صغيرة، ابتديت ازين بيها علشان تدي شكل حلو وتبقى حلوة كده تفتح النفس. لو عايزة تضيفي اي حاجة تانية ضيفيها، لو عايزة تضيفي شوية بقدونس حطي، لو عايزة تحطي بصل تاني حطي. دي حاجة ترجع لذوقك وترجع انتوا بتحبوا ايه. يا رب كل الأعياد تعدي عليكم بخير وسلام وسعادة، وتكون كل الناس مبسوطة وراضية. هنا أنا برضو حطيت ليمون تاني، مش عارفة ايه حكاية الليمون النهاردة، وحطيت شرايح ليمون كده علشان تديلها شكل حلو. كل سنة وانتوا بخير، وكل عيد ربيع وانتوا طيبين. لو الفيديو ده عجبكم ياريت تقولولي، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ولو المحتوى كله بيعجبكم قولولي. يا رب كل وصفاتي وكل الجولات وكل حاجة بقدمها في القناة تعجبكم. أتمنى لكم صحة وسعادة، والسعادة دايما لقلبكم. كل سنة وانتوا طيبين.